صلاح السلمان شيخ قبيلة البوحديد في هجين. طبعا بما يخص داعش وتحركات داعش الأخيرة في المنطقة وتلقي الدعم من قبل الحكومات التركية وغير التركية من أجل خلق حالة من الفوضى والإرباك في شمال وشرق سوريا لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. طبعا نعمل جاهدين في دير الزور بشكل خاص كوجهاء وشيوخ بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمكافحة الإرهاب وكبح جماح تلك الخلايا التي تتلقى الدعم من تركيا بشكل مباشر من أجل الضغط على الإدارة الذاتية وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية كما ذكرنا سابقا. وهذا مشروع مسيس ومدروس من قبل الحكومة التركية وبعض الحكومات الإقليمية من أجل إفشال مشروع الأمة الديمقراطية. نقوم كوجهاء وشيوخ في المنطقة بشكل مكثف بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بالعمل بشكل مستمر وتنسيق أيضا مستمر مع كافة المؤسسات وشعبنا بشمال وشرق سوريا وخاصة في إقليم دير الزور من أجل إيجاد الحلول ومكافحة الإرهاب بشكل مستمر للقضاء على تلك الخلايا الموجهة من قبل حكومات إقليمية كما ذكرنا سابقا لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. طبعا لا يخفى على أحد السيستم أو السياسة الموجودة لتلك الخلايا من أجل بث روح الخلاف والطائفية بين مكونات شعبنا في شمال وشرق سوريا بشكل كامل وفي دير الزور بشكل خاص. نحن على دراية بهذا الموضوع فنعمل كما ذكرنا سابقا بكل جد ونشاط مع التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية والقيادات العسكرية والوجهاء والشيوخ وكافة المؤسسات من أجل إفشال تلك المحاولات. هناك محاولات مستمرة من قبل خلايا داعش لبث روح الرعب والخوف والقلق والفتنة بين مكونات الشعب، إلا أننا نعمل على إفشالها وقد نجحنا في عدة أمور وسنستمر إن شاء الله في مكافحة الإرهاب من أجل أن ينعم شعبنا في شمال وشرق سوريا بالحرية والأمان والاستقرار. قرية المراشدة تعمل دولة الاحتلال التركي بشكل مباشر على إحياء الخلايا الإرهابية ضمن مناطق شمال وشرق سوريا عبر هجماتها الجوية المتكررة والتي تفسح من خلالها المجال أمام تلك الخلايا المرتزقة لتنفيذ الجرائم وبث الفوضى في المنطقة. ونحن نعلم بأن كل هذا التخريب سببها الخلايا الإرهابية المدعومة من تركيا والنظام وإيران وحتى روسيا، حيث نلاحظ دائما ارتباط العمليات هذه الخلايا الإرهابية بالتزامن مع هجمات الاحتلال التركي الجوية والتي تستهدف الشخصيات العشائرية والسياسية المؤثرة في الإدارة الذاتية. ونحن بدورنا كشعوب في شمال وشرق سوريا وكشعوب المنطقة بشكل عام نستنكر وندين كافة السياسات في الحرب الخاصة والعسكرية تجاه شعبنا وكل ما يهدر أو كل ما يهدد حياة الشعوب في مناطقنا.